ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة للجميع. رمضان كريم، كل عام وانتم بألف خير. اليوم رايحين نديروا مع بعض خبز هايل، راح يجيك خفيف ويجيك هش، ما تأمنيش، يعني بطريقة سهلة وما في حتى مقادير يعني زيادة. لاحظي وتبعي معايا الفيديو للأخير، راح تشوفي الخبز تاعك كيفاه يجي داير. بسم الله. أولا راح ندير الفرينة، أنا ندي على حسب أفراد العائلة. أنا هذه دير لي 3 خبز صغار، يعني متعوضين 3 خبز تقريبا. انت تدي كيلو تاع فرينة. عندنا مغرفة تاع ملح، ملعقة تاع ملح، وعندنا خميرة، ماهيش كميائية، خميرة تاع الخبز، خمارة، ومغرف نتاع سكر، ودرت حبة حلاوة وسانوج، وأكيد ماء دافي. نبداو على بركة الله. بسم الله. أنا خلط كلش مع بعض. إذا كان الماء تاعك سخون برديه شوي، زيدي شوية ما بارد فيه. طيب لكم العجينة لازم تكون تلاصق شوية في البيت. حتى لو كانت تلاصق في اليد ما تخافيهاش، رايحة تتلايم من بعد. راح تبداي تعجنيها حتى تتلايم لك، حتى تولي عجينة واحدة. نلايموها هكا كما قلت لك. الا شفتيها جاريه بزاف في يدك زيدي شويه تاع فرينه، ما تكثريش الفرينه، ما لازمش تكون قاصحه، لازم تكون طريه. هكا راح تكون لك بهذا الشكل. في المرحله هذه واش راح ديري؟ فقط نغسل يديا ونرجع لكم. المرحله هذه انايا راح ندير الزيت، راح نضيف الزيت تقريبا واحد 2 مغارف فقط لا غير، ورايحه نعاود نعجنها، ندخل هذاك الزيت داخل العجينه. تقدري ديري الزبده، مارغرين مش الزبده، تقدري ديري الدهان، لكن انا فضلت الزيت لانه جربتها بالدهان وجربتها بالزيت، ولقيت انه تاع الزيت تجي خفيفه خفيفه هكا. نليموها، ندخلوا الزيت كامل في العجينه تاعنا. راح نقول لكم هذا الكسره تجي هايله طب، على بالي بلي لو كان تجربيها مره ما رايحش تبطلي تحضريها. لازم الزيت
تتشربوا العجينه تاعنا كامل. هكا بعد ما العجينه تشربت الزيت نغطوها نخلوها تختمر، وكي تختمر نزيدو نكمل معكم الفيديو. الخبز تاعنا كما راكم تشوفوا راه خمر. بسم الله. ولو كان تلاحظوا رايحين تشوفوا الخفيه تاعه، لاحظوا خفيف ما شاء الله. ما نعاودوش نعجنوه، فقط نرخفوا هذاك التخمير. دونك واش رايحين نديرو؟ رايحين نسمسلو او نرمدو بسم الله العجين تاعنا. نوخرو هادو منه. هكا راح تلاحظيها خفيفه خفيفه بزاف، راح تجيك هشه. الحجم تاع الخبز انت تحكمي فيه، بغيتيه صغير بغيتيه كبير كما تبغي. ضروري العجين شويه تريح باش نرمدوها. انا نديرو في السفيريه، بنتي دير في السفيريه، وانا راني نكمل في الخبز. هكا نتعاونوا. من الاحسن انك ما ترقيش الخبزه تاعك. باش نرقوها. هذا هو الحجم تاعها كيما هكا. بسم الله. ونحطو في الطابله تاعنا. ما تخليهاش تخمر بزاف، اذا خمرت راح تعاود تهبط لك. مجرد انك تشوفيها طلعت، لانه راهي طلعت مليح في ضعف الحجم تاعها، مليح في القصعه. انا راح ندير الخبزه تاعي في المايده باش تطلع، ونرجعوا بعد ما يكون الخبز تاعنا جاهز، او قبل ما يكون جاهز راح نوري لكم استيس اللي رايحين ديروها، ومن بعد كنكملوا مع بعض. سفيريه، راح نديروا سفيريه اليوم. واش المقادير تاعها؟ مقاديرها جد بسيطه سهله بزاف. اللي ما يعرفش السفيريه لربما ما على باليش، ممكن جدا ما كاش اللي يعرفها. المهم هي مقادير بسيطه. خبز مرحي، على هذا قلت لكم المره اللي فاتت كي خدمنا الخبز ورحيناه قلت لكم ما تطيشوش الخبز. خبز دقيه ودسيه نستعملوه، سواء باش نرمدو لي كروكيت
بطاطا ولا نديرو سفيريه. خبز مرحي، انا درت طاس تاع خبز مرحي هنايا، ودرت معاه شويه نتاع توابل، ماشي حاجه سكنجبير وراس الحانوت فقط لا غير، ما زهر، 3 حبات تاع بيض، وكريم فريش، تقريبا واحد نص فنجان تاع كريم فريش، ماشي حاجه باش يعطي فقط هذيك النكهه الحلوه تاعه. كورناهم وعمرناهم بالجبن الداخل، جبن مثلثات تقلعي منه وديري نقلوهم. وبعد ما نقلوهم تكوني موجده المرقه تاعك، مرقه بيضاء، مرقه حمص، عادي كيما بغيتي نتي، ونحطوهم نشبحوا بهم الطبق تاعنا. انا فقط بغيت نوريكم، معليش من بعد كي نقليهم دوك نوريهم لكم واجدين. خليكم درك ونتلاقاو من بعد باش نشوفوا بعد ما تخمر لنا الكسره نتاعنا او الخبز نتاعنا واش رايحين نديروا قبل ما نطيبوها من بعد ان شاء الله. بعد ما تخمر الكسره نتاعنا، فقط بعد ما تخمر نسخنوا البلا نتاع الكوشه ونحضروا صفار البيض مع شويه تاع كريم فريش، انا درت شويه كريم فريش هنايا، وندهنوا الخبز تاعنا من فوق، ندهنوا الخبز تاعنا بصفار البيض، ما تضغطوش على الكسره باش ما تهبطش او على العجينه هكا. ندهنوها ونزرزر شويه سانوج ونخلوها تطيب. بعد ما تطيب راح نكمل الخبزات تاعي كامل. الخبز تاعنا كما راكم تشوفوه ها هو طاب، خرج ما شاء الله كما راكم تشوفوا، وخرج خفيف وهش، راح تشوفوا رائع جدا. كان تشوفوا الخفيه نتاعه والله العظيم هايل، جربوه برك جربوه. عيله روعه روعه. على بالي راح يعجبكم، وعلى بالي بلي كامل رايحين تجربوه. خفيف 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 خفيف. طيب الله الله. مقادير بسيطه تقدري ديري الخبز تاعك ويجيك خفيف رائع. ان شاء الله يكون الطريقه تاع الخبز تاع اليوم عجبتكم وتجربوها وتعطوني رايكم، تعليقات، تحفيز ودعم. ما تنسوناش بالاعجاب والتعليق، تفعيل زر الجرس والاشتراك في القناه. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله عن قريب. راح نبدا لكم في السكاي باذن الله. دعموني فقط باش نرجع ونتحفز اكثر. خلونا تعليقاتكم، خلونا تشجيعاتكم. نتلاقاو في فرصه اخرى ان شاء الله. رمضانكم كريم، صحه فطوركم، كل عام وانتم بخير، مع الف سلامه. تحياتي معكم كانت ايمن من ولايه تيرت. سلام.